سنويا مئات الأطنان من الكوكايين للاستهلاك العالمي. وتشهد أوراق الكوكا وهي نبتة ذات استخدامات تقليدية وخصائص معروفة طلبا متزايدا، مما ساهم في توسيع زراعتها في العقود الأخيرة. هل تساءلتم يوما كيف تصبح هذه المادة الخام سلعة تتاجر بها؟ لقد زرنا مناطق الزراعة ومراكز المعالجة لتوثيق من خلال الصحافة الاستقصائية كامل الدائرة التي تغذي هذه التجارة. تبدأ قصة الكوكايين بورقة الكوكا التي استخدمتها حضارات الأنديز لأكثر من 3000 عام. مضغ سكان أمريكا الجنوبية الأصليون وخاصة في بيرو وبوليفيا هذه الأوراق لمكافحة التعب والجوع وداء المرتفعات خلال الاستعمار الإسباني. لاحظ الغزاة آثارها المنشطة فشجعوا استخدامها بين العمال الأصليين لزيادة قدرتهم على التحمل في مناجم الفضة. في أواخر القرن ال19 وأوائل القرن ال20 اكتسب الكوكايين شعبية واسعة في أوروبا والولايات المتحدة، واستخدم في الأدوية والمشروبات بما في ذلك التركيبة الأولى لكوكاكولا، وكذلك في العلاجات الطبية كمخدر موضعي، حتى أن أطباء الأعصاب دافعوا عن خصائصه المنبهة. ومع مرور الوقت اكتشفت آثاره الإدمانية والضارة، مما أدى إلى حظره في العديد من الدول في أوائل القرن ال20. وبدءا من سبعينيات القرن الماضي بدأت عصابات المخدرات في كولومبيا ودول أخرى بإنتاج الكوكايين بكميات كبيرة للاتجار الدولي، مما أدى إلى بزوغ عصر تجارة المخدرات الحديثة يتطلب إنتاج الكوكايين عنصرين أساسيين بكميات كبيرة: أوراق الكوكا الطازجة والبنزين. نظرا لحجم هذه الظاهرة يتطلب إنتاج الكوكايين زراعة مكثفة للكوكا وتدفقا مستمرا للمدخلات والموارد التي تغذي سلسلة الإنتاج في العديد من المناطق الريفية. يزرع هذا النبات في أراضٍ شاسعة تغطي مجتمعات مساحات شاسعة، أي مئات الآلاف من الهكتارات المخصصة لهذا المحصول في مناطق يكون فيها وجود الدولة والبدائل الاقتصادية محدودا يوميا. يقوم آلاف العمال الريفيين صغار المزارعين وأسر بأكملها بمهام زراعية تحافظ على استمرارية هذا الإنتاج من الزراعة إلى الحصاد. إن هذا الاعتماد الإقليمي والمادي يخلق اقتصادا موازيا معقدا يتمحور حول زراعة الحبوب، تربط شبكات اللوجستيات والأسواق غير الرسمية وأنظمة الوساطة المواد الخام بمراكز المعالجة، وفي نهاية المطاف بطرق التصدير. ويعد التوافر المستمر للمدخلات الصناعية ووسائل النقل دون الخوض في التفاصيل الفنية عاملا حاسما في استدامة الإنتاج واسع النطاق. فعندما تكون هذه الموارد شحيحة تتأثر سلاسل التوريد، وعندما تتدفق بحرية يزداد النشاط ويحمل هذا الإطار عواقب وخيمة، فهو يعطل الاقتصادات المحلية ويضع ضغوطا على استخدام الأراضي، ويولد ديناميكيات القوة التي تعيق تنفيذ سياسات التنمية والبدائل المستدامة للمجتمعات المتضررة في هذه المزارع. يقوم العمال بمهام مثل زراعة الأوراق وصيانتها وحصادها، مما يضمن نموا مثاليا للنبات. وتشير التقديرات إلى أنه يتم زراعة أكثر من 1000 طن من أوراق الكوكا يوميا، حيث يدفع الطلب المرتفع إلى استمرار الإنتاج. وينتشر هذا النشاط بشكل خاص في المناطق التي تساعد فيها الظروف المناخية والتربة على نموه، مثل كاتاتومبو في نورتي دي سانتاندير، ومقاطعة كوكا وبوتومايو وغوافياري، وهي مناطق تتميز بجغرافيتها الجبلية والغابات، مما يعيق السيطرة العسكرية ويسهل توسع المحاصيل غير المشروعة. وفي هذه المناطق يكرس المزارعون أنفسهم يوميا لزراعة نباتات كوكا جديدة، مما يضمن إنتاجا مستمرا يمكن أن يصل إلى حوالي طن واحد من أوراق الكوكا في كل دورة حصاد، بفضل مناخ هذه المناطق بأمطاره الغزيرة ورطوبته العالية. لا تحتاج النباتات إلى ري مفرط، فالمطر يحافظ على رطوبة التربة بشكل شبه دائم، لذا يكتفي المزارعون بري النباتات مرة واحدة أسبوعيا لضمان توفر الماء الكافي يساعد هطول الأمطار المستمر النباتات على النمو دون الحاجة إلى ري إضافي. بعد حوالي 5 أشهر من النمو تصل أوراق الكوكا إلى مرحلة الحصاد المثالية. في هذه الأثناء يدخل العمال المسؤولون عن الحصاد والمعروفون باسم الراسكابين الحقول للقيام بعملية القطف اليدوي. بمهارة وسرعة يقطفون الأوراق الناضجة من كل نبتة بعناية،
مع الحرص على عدم إتلاف السيقان حتى تتمكن من مواصلة الإنتاج في مواسم الحصاد القادمة. تتكرر هذه الدورة عدة مرات على مدار العام، كل 3 أو 4 أشهر تقريبا، مما يسمح باستمرار الإنتاج دون انقطاعات طويلة. بعد اكتمال الحصاد ينظم العمال الأوراق المجمعة ويعدونها للمرحلة التالية من العملية. عادة ما تنفذ هذه المهام يدويا، وتتطلب جهدا منسقا وعملا في ظروف تتطلب الدقة والسرعة. يشمل العمل تجفيف الأوراق وفرزها وترتيبها في أماكن مخصصة حيث تجهز لمزيد من المعالجة. في هذه المرحلة تعد الكفاءة أمرا بالغ الأهمية. يلجأ المنتجون سعيا منهم لتحسين وقت وكمية المواد التي يعالجونها إلى أدوات بدائية لكنها فعالة، ونظرا لافتقارهم إلى الآلات الصناعية المتطورة يلجأ العديد من هذه العمليات إلى الارتجال باستخدام معدات مكيفة تمكنهم من تقطيع كميات كبيرة من الأوراق في وقت أقل. وعلى الرغم من أن هذه التقنيات منخفضة التقنية، فإن غرضها هو تحقيق التوحيد في المادة النباتية وتسهيل مراحل العلاج التالية. على الرغم من أن هذه الآلات صممت في الأصل لقص العشب، إلا أنها تكيفت لسحق كميات كبيرة من أوراق الكوكا بدقة وتوحيد أكبر. يمكن أن تستغرق هذه العملية ما يصل إلى 2 ساعات إذا تم سحق ما يقرب من 1.25 كيلوغرام من الأوراق. بعد ذلك تتم إضافة 5 كيلوغرامات من الأسمنت و2 كيلوغرام من الصودا الكاوية إلى الخليط. تساعد هذه المواد على استخراج المركبات من أوراق الكوكا وتحسين قوام المستحضر. يعمل الأسمنت كعامل رابط، بينما تعزز الصودا الكاوية إطلاق القلويدات الموجودة في الأوراق بمجرد الإضافة. يخلط العمال كل شيء يدويا باستخدام طريقة بدائية ولكنها فعالة. يركلون الخليط ويدوسون عليه حتى 3 مرات، مما يضمن دمج المكونات تماما. بعد ذلك باستخدام مجرفة يملأ العمال عدة براميل بمزيج أوراق الكوكا المسحوقة والمواد الكيميائية المضافة مسبقا. يتسع كل برميل لحوالي 55 كيلوغراما من هذا الخليط، مما يجعله جاهزا للمرحلة التالية من العملية، حيث سيتم استخراج مكوناته للحصول على أحد المكونات الرئيسية في إنتاج الكوكايين. تستخدم الكارتلات طريقة سرية لاستخراج الزيت. مصافي النفط الحكومية الكولومبية مما يسمح لهم بسحب كميات كبيرة منه بشكل غير قانوني، ومن خلال هذه الوصلات غير القانونية يستخرجون كميات هائلة من النفط باستمرار دون أن يكتشف أمرهم. باستخدام هذا النظام يتمكنون من سحب أكثر من 270 ألف برميل من النفط، وهي كمية كافية لمعالجتها وتكريرها سرا، مما ينتج حوالي 11 مليون لتر من البنزين عالي النقاء، وهو ما يكفي لتغطية إنتاج عام كامل. ولهذا السبب تسير دوريات عسكرية كثيفة يوميا في المنطقة. يسير رجال مسلحون دوريات لمنع سرقة هذا السائل الثمين، ثم ينقل البنزين الذي تقدر قيمته بمليار دولار بواسطة دواب وشاحنات إلى مختبرات سرية مخبأة في أعماق الغابات الكولومبية. بمجرد وصول البنزين إلى المختبر السري تبدأ الخطوة التالية في العملية. يسكب البنزين في براميل وضعت فيها أوراق الكوكا المطحونة سابقا، ثم يضاف حمض الكبريتيك المعروف أيضا باسم حمض البطارية، وهو مركب شديد التآكل يساعد على استخراج القلويدات من النبات. هذا الخليط ليرتاح لمدة 12 ساعة تقريبا، مما يسمح للمواد الكيميائية بالتفاعل وإذابة المركبات الفعالة في الورقة، مهيئا إياها لمراحل المعالجة التالية. بعد ذلك تبدأ عملية الترشيح للحصول على خلاصة أوراق الكوكا الخام. للقيام بذلك يمرر السائل المستخرج من أوراق الكوكا أولا عبر أقمشة قطنية تعمل كمرشحات لاحتجاز الشوائب والأوساخ. يضاف حوالي 4 لترات من حمض الهيدروكلوريك و250 غراما من الصودا المطبوخة، وهما مادتان كيميائيتان تسهلان فصل المكونات النشطة في الكوكا. بعد دمج هذه المكونات يخضع الخليط لترشيح متكرر 5 مرات تقريبا لإزالة أي بقايا غير مرغوب فيها وسوائل متبقية. يتم الحصول على مادة سميكة ومتكتلة تصبح بعد تجفيفها وضغطها قاعدة للكوكايين.
ينقل أكثر من 10 أطنان من قاعدة الكوكايين أسبوعيا بشكل غير قانوني إلى مختبر متخصص آخر حيث يعالج ليصبح كوكايين نقيا لتجنب الكشف. يجري المتاجرون عدة شحنات أسبوعيا باستخدام طرق خفية وأساليب تمويه. عند وصول قاعدة الكوكايين إلى المختبر تخضع لعملية إعادة أكسدة لإزالة الشوائب وتحسين تركيبها للقيام بذلك. يسكب الكيميائيون المعروفون باسم الطهاة المادة في برميل ارتفاعه 1 متر ويضيفون إليه خليطا من حمض الكبريتيك والأمونيا وبرمنجانات البوتاسيوم، هذه المركبات كيميائيا لتنقية المعجون وإزالة الرواسب غير المرغوب فيها وتعزيز استخلاص هيدروكلوريد الكوكايين. يمرر الخليط الذي يرشح منه حوالي 300 لتر يوميا عبر قطعة قماش قطنية تمتص الشوائب، مما ينتج منتجا أنقى وأكثر نقاء على السطح. هيدروكلوريد الكوكايين الذي تبلغ قيمته $1500 للكيلوغرام أخيرا يخضع الكوكايين للتجفيف اليدوي الأولي لتقليل رطوبة السطح، ثم يعرض لتسخين متحكم فيه في فرن ميكروويف أو حجرة تسخين على درجة حرارة 40 درجة مئوية لضمان جفاف المادة تماما وجاهزيتها للتخزين. بعد الحصول على القوام المناسب يضغط الكوكايين في قوالب مضغوطة مما يسهل النقل والتداول. وأخيرا تغلف هذه الطرود بمواد مقاومة للماء وتغلق بإحكام لمنع الرطوبة أو الماء من التأثير عليها أثناء نقلها بالقارب إلى الولايات المتحدة. من المهم توضيح أن هذا الفيديو لأغراض إعلامية وتعليمية فقط. نحن لا نشجع أو ندعم استهلاك الكوكايين أو إنتاجه أو الاتجار به. هذه المادة غير قانونية في معظم الدول ولها آثار مدمرة على الصحة والمجتمع، يغذي تصنيعها وبيعها العنف والجريمة. إذا كنت أنت أو أي شخص تعرفه يعاني من تعاطي المخدرات فاطلب المساعدة من مختص. المعرفة قوة، وفهم هذه العمليات يمكننا من إدراك تأثيرها الحقيقي. كل كيلوغرام من الكوكايين يعبر الحدود هو نتيجة لسلسلة هائلة من عدم المساواة والفساد والصمت. تعتمد آلاف الأسر على محصول اختارته ليس من باب الطموح بل من أجل البقاء، ويعاني آلاف آخرون من العواقب في الشوارع أو في المستشفيات أو في السجون المكتظة وراء